اللي هي ايه رابطه الانديه؟ ما تفهمش، رابطه الانديه وخلاص. يعني فين انت بتدققي ليه؟ احنا عاملين رابطه الانديه علشان تتوزع الادوار ما بينها وما بين اتحاد الكوره. ده يظلم الاهلي شويه وده يطلع يظلم الاهلي شويه، كل واحد بيظلم بطريقته في الحته اللي ايه اللي مسموح له فيها يعني. فالحمد لله. قال لك اصل احنا وقفنا جمهور النادي الاهلي او منعنا 900 مش عارفه كام و80 ولا كام و70، المهم اللي كانوا حاضرين يعني. اللي يقول لك ده جزء، لا ده هم دول اللي كانوا حاضرين. ليه؟ اصلهم شتموا. مين يا عم اللي سمع الشتيمه دي؟ المراقب. مراقب مين يا عم؟ مفيش الكلام ده، مفيش شتيمه ومفيش مراقب. لا، جه امبارح شوبير قال لا، امبارح الصبح ان الكلام جه شكوى من نواب بورسعيد باين او حاجه كده، هم نواب بورسعيد يعني. طيب حضرتك هو انتوا هم نواب مجلس الشعب دورهم دلوقتي ان هم يراقبوا المباريات؟ طب بتحطوا مراقب ليه؟ خلاص يبقى احنا بعد كده نروح نلعب بقى في مجلس الشعب. يبقى بعد كده او كل مباراه خصصوا كده مدرج للساده النواب يدخلوا حضرتك يسمعوا ويشوفوا. هم الساده النواب ما شافوش الا سباب الجمهور اللي ما حدش سمعوا اصلا غيرهم، يعني ما حدش سمع السباب ده خالص، هم بس اللي سمعوه. طب احلى حاجه بقى، طب الساده الاعلاميين اللي جابوا الساده اللي قعدوا يحكوا ويهروا ويهبدوا دول، واللي يقول لك اصل احنا لازم نعاقب الكبير والاهلي، وابقى تضحك علينا عم بتقول الاهلي هو الكبير فاحنا كده نقول لك صح احنا الكبار ونتحمل. لا، اولا مفيش اللائحه اللي بتقول كده. وواحد تاني يقول لك اصل احنا لا نعاقب الكيانات، نحن نعاقب القله من الكل. ده انتوا عاقبتوا كل الجمهور اللي راح، اللي قال زي اللي ما قالش، ومحدش قال اصلا ومحدش سمع. بس مفيش مشكله يعني، انت الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم والسمع سمعهم. حضرتك قررت ان انا مش عارفه يعني الحقيقه، هو انت قررت ترضي النواب ولا انت قررت انك انت اصلا تكمل الحرب على الاهلي؟ انا ما اعرفش. المهم بقى الساده الاعلاميين اللي جابوا الناس اللي اتكلمت دي، حضرتك يعني عندك فريق اعداد كبير قوي عظيم يعني كده، عندكم فرق اعداد، ما حدش فيكم فكر يجيب اللائحه؟ يعني ما حدش من الفريق الاعداد جاب لك اللائحه؟ حضرتك كلفته انه يجيب لك اللائحه عشان تقرا اللائحه مكتوب ايه، عشان لما تجيب الضيف حضرتك وتسال يقول لك الكلام اللي طلعوا قالوه والهبد اللي اتقال ده، تقول له حضرتك ده مش مكتوب في اللائحه، ده مش موجود في اللائحه. حضرتك الاعلامي مش دوره انه يقعد يعني يسمع الضيف او يسمع المتصل او يسمع اللي قاعد معاه في الاستوديو بس. ما حضرتك بتحضر، وهو انت اعلاميين كبار، لما حضرتك بتحضر طب ما تقول له لا ده مش في اللائحه اللي راحت للانديه بتقول كذا كذا كذا، ده الكذا ده مش موجود بتاعكم. يعني حضرتك يعني وليه في المرتين اللي طبقت عقوبه منع الجمهور كانت على الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي، ما طبقتش على اي حد؟ ليه حضرتك فريق اعدادك ما جابش سباب باقي الفرق، المصري والاسماعيلي والزمالك للاهلي والكابتن الخطيب؟ ماليش دعوه بانه شتمكم انتوا شخصيا، ماليش دعوه، انا بتكلم عليه يعني الاهلي جمهور وكده. ليه حضرتك ما قلتلوش ان ده حصل في الماتش الفلاني والعلاني؟ طبعا مش هقول لك ما سالتوش ليه فين تقرير الحكم، اصل تقرير الحكم يصل اهو تقرير الحكم اهو تقرير المراقب. يعني واحنا ولو جبنا المراقب هيقول لا انا ما كتبتش؟ ورقهم، الورق ورقهم وكل حاجه بتاعتهم. انا بقى يعني مش عارف هو احنا نكلم الاعلام ولا نكلم المسؤولين عن الرياضه؟ هي عموما كلكم مجموعه واحده يعني انتوا كلكم كده شله واحده بس موزعين الادوار، ده يطلع يقول هنا حاجه وده يطلع يقول هنا حاجه وده يطلع يقول هنا حاجه وده ينفذ قرار وده يقول قرار. المهم ان كنتوا اساسا في الاخر مجموعه بتنفذ بس الاوامر والقرارات. حضرتك هم الساده النواب مش شايفين اي مشاكل في الحياه الا اللي هو السباب اللي قالوا عليه؟ يعني هو خلاص مشاكل الدنيا خلص، مشاكل البلد خلصت ومشاكل بورسعيد خلصت، مفيش اللي هو الموضوع ده كده خلاص؟ انتوا كده حققتوا كل حاجه للناس اللي انتخبتكم؟ والله بجد بجد
بجد احنا خلاص زهقنا وطهقنا. بس انا عايز اقول لكم حاجه، اولا ده ضد اللائحه، اللائحه ما بتقولش كده، والنادي الاهلي هيتمسك باللائحه بتاعته. وانا بقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه، واول ملف عند حضرتك هو الملف ده. وما لا، ما احنا مش عايزين ايه نتكلم يجي كاس العالم فننسى ونرجع برضو بالايقاف. يعني هو موضوع الايقاف لو اتنفذ في الماتش الجاي انت بتتكلم على اهانه للنادي الاهلي. انت مش الحيطه المايله، مفيش حاجه اسمها اطبق عليك، لا حضرتك في لائحه. انتوا لو انتوا واثقين من نفسكم ما كنتوش طلعتوا بررتوا، لان حضرتك ابسط شيء هيجي يتكلم معاك المذيع هتقول له اللائحه اهي من غير حتى ما يطلبها. انت ما عندكش لائحه، انتوا ماشيين بالحب. لا احنا مفيش حاجه اسمها بالحب حضرتك، في لائحه تطبق. اللائحه قالت ايقاف يبقى ايقاف، ما قالتش خلاص. الحكم ما وقفش المباراه، حضرتك ايه الحل دلوقتي؟ انت ما بتطبقش لائحه يبقى انت اللي تتراجع، ماشي. وعادي جدا انك تتراجع وتطلع برضو زي ما بتطلع تطلعوا في الاعلام كده تقولوا احنا بصراحه بعد ما راجعنا اللائحه اكتشفنا ان لا القرار كان غلط، عادي جدا، وتعتذروا عليه، ما ده عادي. ما هو الاعتذار ده يعني المفروض ان هو من شيم الكبار. يعني قبول الاهلي للقرار الظالم ده ضد جمهوره انا بعتبره هزيمه ساحقه للاداره. ليه بقى حضرتك؟ لان انت النهارده الجمهور دايما في ظهر الاداره وبيجيب حق الاداره. لو انت النهارده تخاذلت وما جبتش حق جمهورك، بص ما هي دي ما هي القصه ايه؟ جمهور الاهلي هو قوته. شافوها في الامارات وشافوها في قطر وشافوها في الكويت وشافوها في مصر وشافوها في كل حته. الامارات قسموا ما بين الاهلي والزمالك، كان الغالبيه للنادي الاهلي حتى قاعدين في مدرجات الزمالك، ففاهمين كويس قوي ان قوه النادي الاهلي في جمهور. طيب انا هعمل ايه؟ احرم الاهلي من جمهوره ويتكرر اللي حصل السنتين اللي فاتوا. يبقى لا هتتكلم على تحكيم ولا هتتكلم على قرارات تعسفيه، قرارات مش في اللائحه، دي كارثه. يبقى انت هتسكت، يبقى ادي بدايه خساره الدوري الثالث، وادي الدوري الثالث اهداء للزمالك ثالث اهو. فحضرتك سكوت اداره الاهلي الحقيقه كارثه. كل الناس طلعت جابت لكم اللائحه لاداره الاهلي وقالت لكم لا الكلام ده مش في اللائحه، يا اداره الاهلي الكلام ده مش موجود، اللائحه بتقول كذا كذا كذا. فانا شايفه ان كابتن محمود الخطيب اول ملف حضرتك تشوفه وتبص عليه هو ده. ده انا شايفه ان السكوت كارثي. فما اعتقدش ان شاء الله اداره الاهلي هتسكت ومنع الجمهور ان شاء الله ما يتمش. وبعدين قال لك ايه؟ باخدوا عليها تعهدات بقى بعد كده، بعد كده هنسجنكم على طول. قال لك وبعد كده منع من الدخول، ما هي دي اللعبه. وممكن جدا جدا ادخل ناس مندسه كده وسط جمهور تقول كلمتين وانا متفق مع كلكم واحد، ما كلكم مجموعه واحده، فيطلع الحكم يوقف المباراه ليه؟ اصل في ناس شتمت، ويكتب المراقب وامنع جمهور النادي الاهلي لنهايه الموسم. حضرتك في رابطه الانديه حضرتك ما شفتش جمهور الزمالك داخل بال10000 ولا ما خدتش بالك؟ حضرتك ما سمعتش سباب الناس دي صح؟ اصل علي صوتك مش سامعك من الديجاب، انما الديجاب مع الاهلي بس بيبقى واطي. والله العظيم انتوا بجد يعني حاجه تكسف وتخجل. انتوا ما بقاش في حد بيحترم اي مسؤول عن الرياضه في مصر، لان للاسف على مستوى العالم يعني مستوى الناس كلها شايفه ايه العك اللي بيحصل في الكره المصريه. وعلى فكره الناس بتقول لك ما هو والدليل فشل المنتخب. حضرتك فشل المنتخب ما يفرقش مع، ومين قال لك ان هم زعلانين لفشل المنتخب؟ ولا هم عندهم يعني احساس قوي بموضوع ان المنتخب وانه بيمثل مصر؟ لا القصه دي ما بتفرقش معاهم خالص يا جماعه والله، فما تشغلوش بالكم بيها. يعني حضرتك المنتخب بيمثل مصر، بيمثل مين؟ هم ما لهمش دعوه، هم جايين بس لخدمه نادي الزمالك بس. هو ده اللي يزعلهم، لو اتغلب لو اتعادل لو خسر جمهور، هو ده بس اللي يزعلهم. انما مصر بقى ومنتخب مصر والكلام ده كلام كله فارغ، ده شعارات يطلعوا يقولوها بس ويتغنوا بيها على الشاشات، ومصر والوطنيه ومش عارفه ايه، ويقعدوا يسقفوا حاجات لطيفه جدا كده من اللي بيعملوها يعني، ويقعدوا بقى ومصر هي امي والكلام اللي هم بيقولوه ده، وهي مصر الام ولا بتاع ولا فارقه مع مصر من اساسه. هو حضرتك كل مسؤول فيهم في الرياضه هو يهمه مصلحته، يهمه يعني تنفيذ الاوامر، يهمه تظبيط نادي الزمالك، بس يهمهم انهم يروحوا كده الكويت ويفضحونا. يعني انت
انا مش عارف انتوا ناقصكم ايه عشان تروحوا دوله عربيه تفضحونا فيها ويبقى شكلكم مهين كده؟ يعني انتوا، يعني ما انتوا كل واحد فيكم ما شاء الله يعني مليونير. ايه الفضايح والقرف والعار ده؟ احنا الحقيقه يعني في منتهى الخجل منكم، ويعني انتوا لا تمثلوا الكره المصريه ولا تمثلوا المصريين. سيبكم بقى خلاص، ماليش دعوه في موضوع المنتخب ولا مش منتخب. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، بس لو انتوا فكركم اللي بتعملوه ده عشان تكرهوا جمهور النادي الاهلي في النادي، اقول لكم لا. الاهلي ممكن، جمهور النادي الاهلي ممكن يتضايق ويزعل وما يشجعش المنتخب، ممكن يكره نفسه بس ما يكرهش النادي الاهلي. فالعبوا لعبه تانية والنبي، عشان اللعبه دي لعبه عبيطه قوي ومش والله وما هتجيب همها. جمهور النادي الاهلي هو الدرع والسيف للنادي الاهلي ويفضل كده. إدارة النادي الأهلي السكوت على الكارثة دي بجد إهانة ليكم، وما أعتقدش إن إحنا هنقدر نستحملها أو نقبلها منكم يعني.